انت عارف ان الكتينه لازم تتنضف وتتشحم وتتشد. انا عارف انك بتعمل كده في الموتوسيكل بتاعك، بس السؤال هنا امتى تعرف ان الجنزير بتاعك خلاص بيودع وانك لازم تغيره فورا قبل ما يعمل فيك مصيبه زي دي؟ او زي دي. النهارده هنعرف مع بعض ازاي تكشف على آلة الجر بتاعتك في اقل من دقيقه ومن غير مفك واحد. ابسط طريقه تشوف بيها حاله الجنزير هي انك تمسكه من ورا عند الترس الخلفي وتشده لفوق. لو الجنزير كويس هتلاقيه مش بيتحرك كتير وقافش في الترس كده، عشان حاله السن جوه الخرم ده بيحدد عمر الكتينه وحالتها. ممكن تشدها هتروح وتيجي معاك وساعتها تبقى حالتها مقبوله، لكن لو حسيت انك بتشدها وتبعد عن الترس وفي فراغ باين تحت الجنزير وشايف منه الناحيه الثانيه، ساعتها قول لآلة الجر دي باي باي. ما تكتفيش بحاله الجنزير، لازم كمان تبص على حاله الترس بتاعك. سنان الترس المفروض تبقى نظيفه ومتناسقه شبه المثلث كده، ولو بالشكل ده تبقى مقبوله شويه. بس لو لقيته بقى معوج وشبه الخطاف اعرف ان السلسله خدت معاها الترس في داهيه. في علامات تانية بتقولك ان الجنزير او آلة الجر بتاعتك دي خلاص بتحتضر، زي مثلا الصدى، دي علامه ان الجنزير دوت مركون بقاله كتير ومش بيتعمل له اي صيانه. حلقات ناشفه وما بتتحركش، وده معناه ان الجنزير ده فيه لينكات مزنوقه على بعض. الحلقات المطاطيه اللي بين الجنزير لو مقطوعه او مش موجوده ديت مصيبه في حد ذاتها، لان الحلقات دي فايدتها ان هي بتحبس الشحم جوه الجنزير وبتمنع الميه والتراب يدخل جوه، فلو راحت يبقى الجنزير راح معاها. لما تيجي تبص على الجنزير وهو بارد يمكن تحس انها ناشفه شويه، ده طبيعي جدا، ده بسبب الجلد المطاطي اللي حوالين البوشنج والشحم اللي فيها. بس لو حاولت تحرك اللينكات دي بايدك وكان في صعوبه في تحريكها، هنا يبقى في مشكله فعلا. وبالمناسبه الجلد بتاع الجنزير ده او اللي بيسموه الاورنج لازم تتاكد ان كلهم موجودين وبحاله كويسه. لو بصيت على الجنزير هتلاقي ان الاورنج ده عاملين عازل عشان يمنع الدبل انها تتحك في بعض، ولو هم ناشفين او مقطعين او فيهم اي مشكله يبقى لازم تغير الجنزير. طب انت تعرف ان آلة الجر لازم تتغير كلها مع بعض؟ اوعى تضحك على نفسك او حد يضحك عليك ويقول لك انت ممكن تغير الجنزير بس وتسيب الترس تغيره بعدين. الجنزير والترس بيبقوا زي التوأم، بيكبروا سوا وكمان بيتبهدلوا سوا لان هم بيتعرضوا لنفس الظروف في نفس الوقت. لو غيرت واحد وسبت التاني هتبوظ اللي اشتريته جديد وهتسمع صوت زن ورعشه وانت ماشي. عارف المثال اللي بيقول لك الغالي ثمنه فيه؟ هنا المثال دوت تقدر تطبقه بنسبه 100%. انك تشتري الجنزير رخيص صدقني هترجع تشتريه وتغيره بعد شهرين، انما لو زودت شويه فلوس وجبت آلة جر براند محترم زي DID او RK او غيرها هترتاح وتعيش معاك عمر اطول. السؤال بقى اللي بتساله دايما، الكتينه ديت بتقعد قد ايه؟ الاجابه على حسب. هل السلسله دي عاديه ولا فيها اورنج واكس رينج؟ هل انت بتزيتها دايما بتمشي بيها في التراب والشتاء ولا لا؟ خليني اقول لك ان الجنزير العادي ممكن يمشيك من 3 ل 4000 كيلو، اما الجنزير المحترم اللي فيه اورنج ممكن يعيش لحد 20000 كيلو، ولو بتعمل له صيانات دوريه هيعيش معاك اكتر. تعال اقول لك كمان على شويه نصايح عشان تزود من عمر آلة الجر. نظف الكتينه كل 500 ل 700 كيلو. شحم الكتينه بتاعتك بعد كل مشوار طويل او بعد كل غسله او لو مشيت بيها في الشتاء. شدها على حسب مواصفات الشركه وما تسيبهاش مرخيه او مشدوده قوي. كده انت بقيت محترف في تشخيص حاله اي آلة جر، وبقيت عارف امتى تقول لها شكرا وكفايه عليكي كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كان معاك رمزي ابو زيد، اشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي. سلام.